اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، ودائما في اطار برنامج غذائي ورياضي الناس اللي يلاه باديه الرجيم للمبتدئات اصحاب الاوزان الثقيله. هذا الفيديو ديالكم. قبل ما ندخل معكم الموضوع الاساسي اللي هو برنامج غذائي ورياضي، بغيت غير نوريكم هنا القياس ديال 50 غرام ديال الرز، وغنوريكم حتى البطاطا. هنا عندي 50 غرام ديال الرز، هذيك 84 حيت الطاسه تقريبا فيها 15 غرام. هادشي علاش نسيت ما طفيت الميزان عاد حطيت الطاسه. المهم الروز اللي كاين في ديك الطويصه 50 غرام. شوفوا معايا 50 غرام قداش، وشوفوا هنايا 120 غرام ديال الروز شحال، 120 ولا 130 ما عقلتش بالضبط. المهم فايته هنايا 50 غرام. وكاين بعض الاطباق تنشوفهم كثر من هذا الروز اللي دابا شفتوا معايا تيحطوه على اساس هذاك راه 50 غرام حيت تيعبروه غير بعينيهم. 50 غرام هي هذيك اللي وريتكم في الاول كاع، اللي هي كتجي 5 المعالق كبار يعني. يعني راه الروز اللي كتحطوه في الطبيصلات ديالكم فايت الكميه اللي نتوما حاسبينها. ردوا البال لهاد القضيه، 50 غرام هي 50 غرام، خاصك 80 غرام هي 80 غرام. ما تفوتيش الحدود في القياس ديال الكارب اللي خاص الوزن ديالك. كيفاش كتحسبيها؟ قلت لكم من قبل، كتاخدي كل كيلو غرام من الجسم ديالك كتضربيه في 3 اللي هو متعارف عليه، حيت كاين اللي كيضرب في 4 في 5، هذوك الرياضيين واللي ما كيزقاوش من الرياضه ومن الحركه وعندهم نشاط بدني طالع ورياضي، زائد العضلات عندهم كثيره فمعدل الحرق ديالهم طالع بزاف. هذوك تياكلوا الكارب لا حرج عليهم، ما تعنديش مع هذوك. انتي غضربي غير في 3 اللي متعارف عليه. هنا شوفي معايا بطاطا وحده اللي كتقولي انا درت بطاطا فيها 50 غرام ولا 100 غرام. شوفي هاد البطاطا صغيره، هذه ماشي صغيره نورمال، هذه فيها 183 قولي 184 غرام. هاد البطيطه هذه اللي نتيا في داك الطاجين اولا في ديك المرقه اولا في ديك البيشاميل كديري تقريبا 2 بطاطات اولا شي بطاطا كبر من هذه، وكتقولي انا راه دايره 50 ولا 100 غرام ديال البطاطا. فردوا البال لهاد القضيه هذه. هاد التواشا صغيورين راه تيخربقوا ليك، ماشي تيخربقوا لك الريجيم، كولي فيهم عادي، ولكن تيخربقوا لك الحساب. ولا بقيتي غاده مده طويله على هذا الحساب هذا، واحد السيمانه واحد الشهر، في الاخر كتجي تشوفي المقاسات او الميزان، كتلقاي راسك ما طيحتيش، كتقولي اواه كيفاش انا دايره ريجيم واخا هكاك ما طيحتش. ولكن كتجي تشوفي في الحقيقه انت راكي تاكلي السعرات الحراريه ديالك كامله وزايده عليها بسبب داك الكارب اللي زايد. فهمتيني؟ كاين اللي تيكتب ليا في التعاليق كنتشهى الحلاوه كيفاش غادي تخليو ليا دابا في التعاليق واش مهتمين انني نبقى ننزل لكم بزاف ديال التحليات وبزاف ديال الكيكات بحال هذه اللي شفتي معايا دابا. غادي نقول لك بعجاله اشنو كاين فيها وندخلوا للموضوع ديالنا. هذيك ميني طارت فيها الشوفان مع بنانه ومعلقه ديال زبده الفول السوداني، كتمعكي هادشي كامل مع بعضياته وبلا قالب بلا حتى شي حاجه، كتشكليه غير بيديك فوق ورق الفرن. داك الخليط يكون شويه مجموع، يعني داك الشوفان وبينات باتر والبنان تيكون شويه ثقيل باش كتقدري انك تشكلي قالب بدون قالب. فهمتيني؟ كتدخليهم الفران كياخذوا واحد التحميره خفيفه وكيزيد داك المكونات اللي كاين تما كتلصق مع بعضياتها بسبب داك الحراره. ومن بعد كتزيدي عليهم الشوكولات كتحطي غير واحد المورصو الوسط، بغيتي تذوبيه ذوبيه، بغيتي غير تحطي مورصو كيف ما درت انا كتدخليه الفران كيذوب وكتخرجيه، كتشدي معلقه وكتوزعيه على الطارت كامله وصافي وانت عندك تحليه. اللي مهم من هذا انك غتاخدي منها وحده حسب الاحتياج ديالك، ما تنسيش هذه القضيه. ندوزو دابا الموضوع. دائما في التعليق تلقى عطينا برنامج غذائي ورياضي اللي نبقاو غاديين عليه باش ما نتلفوش، شنو ناكلو في الوجبه الاولى، شنو ناكلو في الوجبه الثانيه، شنو الرياضه اللي نديرو بالنسبه للوجبات، شنو تاكلي وشنو ما تاكليش. انا دائما هنايا حاضره ناظره. ولكن بالنسبه للبرنامج الرياضي فقط غادي نبقى نوجهك، انا ما نقدرش نصور راسي في لاصال ونجي ونحط فيديو. المهم راكم عارفين، وحتى الا درتها شي نهار صيفط لي شي ميساج او كتبي لي شي تعليق قولي لي فيق شفيق، ما تبقايش اختي تحطي هذا الشيء ورجعي كيف من الاول. حيت فاش القناه كتبقى غادا وكتطلع سواء انستغرام ولا تيك توك تيبقى غادي هادشي وكيكبر الانسان كيتحمس، وانا داك الحماس اختي ما بغيتش نوصل ليه. الا درتها شي نهار فكريني قولي لي ما ديريهاش. المهم اختي اتفقنا مع الناس اللي يلا غيبداو دائما الوجبه الاولى ديالهم تكون خاليه من الكربوهيدرات، والناس اللي مراد مقاومه الانسولين حتى هما الوجبه الاولى ديالهم تكون خاليه من الكربوهيدرات. الا اللي انا باغا نحط الوجبه الاولى تكون فيها الكارب، يكون فيها الخبز ولا يكون فيها الروز ولا يكون فيها شوفي داك الكارب اللي انت باغا، الا اللي باغا نحطو انا
غادي تاكلي الكارب في الوجبه الاولى، ولكن خاصك تكوني كتحركي كثر، يعني تكوني كتحركي سعرات اكثر من داكشي اللي كتدخلي، تكوني حركيه بالجهد، تكوني كديري الرياضه، هذه متفقين عليها. دابا خلينا غير في الوجبه هذه اللي قدامنا كمثال الناس اللي يلا غادي يبداو اولا بادين. هذه غادي تاخدي بيضه، تفكرت هذيك هذه غادي تاخدي بيضه، دقيق ديال اللوز، خماره وصافي، ومعلقه ديال دانون يوناني اولا بيرلي اللي عندك، غديري منه معلقه. الناس اللي في المغرب بيرلي خضر، حتى هو راه البروتين اللي فيه يحترم، فيه 7 غرام ديال البروتين. والناس اللي في الخليج او دول اخرى راه كاين اليوناني وكاين ماركات كتير، انا كنستعمل ندى، احسن كراك كاين في الخليج بالنسبه ليا وبالنسبه لبزاف، احسن واحد. غادي تحركي هادشي كامل مع بعضياتو، كطيبيهم، كتعطيك غادي تقولي بانكيك، ولكن بانكيك كيكون فيه شويه ديال الحلاوه، يا اما كديري فيه ستيفيا، يا اما كديري فيه البلوبيري، يا اما كديري فيه شي بروتين ميلك بالفليفر، كديري فيه شي حاجه باش كيجي حلو، كيجي بحال شكل بانكيك. هذه غادي نقولوا ليها خبيزه، وحنا غندهنوها بداك الشيء اللي بغينا، اولا غادي تاكلي بها داك الشيء اللي بغيتي. هنا واحد الطريقه ديال البيض شاركتها معكم من قبل، جربوها، كتجي زوينه. بصله كتقطعي بصله، كتخليها حتى كتعسل مزيان وكتاخذ واحد اللون ذهبي حتى القهوي، كتزيدي عليها من بعد شويه ديال البزار، شويه ديال الملح، وعاد كتفقسي عليها 3 او 2 ديال البيضات على حسب البروتين اللي الجسم ديالك نتيا خاصو. كيفاش تحسبي البروتين اللي خاصك؟ كتاخدي كل كيلوغرام من الجسم ديالك كتضربيه في 1.6 او 2، واغلبيه البنات كيضربوا في 1.6. يعني مثلا فلانه كتوزن 100 كيلو، غتاخد 100 كيلو وغتضربها في 1.6. واخا دائما الاوزان الثقيله من الاحسن طلعوا البروتين، فمن الاحسن ضربي 100 كيلو في 2 باش بحال هكا تدخلي البروتين كتر. 100 كيلو في 2 اولا في 1.6. ودائما غنبقى نقول لكم هاد الارقام باش ما تقوليش لا الا درت في 2 راه خصني بحال هكا البروتين بزاف وراه ميزانيه وكذا وكذا. لا ماشي مشكل، ضربيه في 1.6. ولكن راه تيبقى فيا الحاله اختي فاش نسمع هاد الهضره هذه، واش انت كتستخسري في راسك واحد 50 ولا 30 درهم ولا 50 درهم ديال الفلوس زايده في داك الستر ديال الدجاج، وعندك عادي انك تمشي تحطي 200 درهم ولا 300 درهم عند الطبيب؟ هاد المعادله ما كتقدرش تدخل ليا راسي انايا، ولا المهم اختي ما ندخلش في التفاصيل. ضربيه في 1.6. داكشي اللي كيعطيك هو البروتين اللي خاصك تاكلي. البروتين اللي خاصك تاكلي ماشي كتمشي عند الجزار كتقولي لي مثلا انتيا بلاتي نحسب لكم 100 باش نشرح مزيان باش تفهموني. 100 كيلو غضربيها في واحد، حيت حاطه حدايا التليفون، 1.6، حيت انت اختي زقرامه ما باغاش تشري بزاف ديال البروتين غتعطيك 160 غرام ديال البروتين. القيمه الغذائيه ديال داك البروتين ماشي العبار ديال البروتين من عند الجزار. غادي تمشي عند الجزار مثلا كيف قلت لكم، غادي تقولي ليه انا كناكل 2 وجبات 160 غنقسمها على 2 شحال غتعطيني؟ 80 غرام 80 غرام ديال البروتين في كل وجبه. غتقولي ليه عطيني عافاك 80 غرام ديال صدر الدجاج و80 غرام ديال الكفته ديال اللحم، صافي هادو مع بعضياتهم ها هي 160 غرام ديال داك الدجاج ولا داك اللحم اللي انت غتاكلي. واخا فهمنا كيفاش غادي نحسبها. غادي تدخلي لجوجل، اسهل طريقه، اولا غادي تدخلي مثلا غادي نخليها لكم في الرابط لتحت، ماي فيتنس بول، هذه كتحسب لك البروتين اللي كاين في الوجبات ديالك. غادي تدخلي لجوجل، مثلا انت كتاكلي 2 وجبات، هاد 160 غتقسميها في ديك الساعه على 2، غادي تقولي من 80 غرام اللي خاص تكون عندي ديال البروتين في الوجبه الاولى. غندخل لجوجل، انا كناكل 3 البيضات في الصباح، غندير 3 البيضات شحال فيهم ديال البروتين. غادي يعطيوك 23 غرام ديال البروتين. 3 البيضات فيهم 23 غرام ديال البروتين. شوفي شحال مازال خاصك باش توصلي لديك 80 غرام ديال البروتين في الوجبه الاولى. غادي تشوفي شنو غادي تزيدي، يا غتزيدي بيضه واحده اخرى، يا غادي تزيدي شي مصدر اخر ديال البروتين. المهم خاصك تكمليها. زائد ان داكشي كامل اللي تيكون عندك في الطبيسيل راه ضروري ما تيكون فيه واحد شويه ديال البروتين، واحد من هنا من هنا. الخبز حتى هو، خصوصا الا كان شي خبز ديال
بودور، الا كان عندك شي دانون، هادشي كامل. فمن الاحسن غادي تيليشارجي هاد لابليكاسيون اللي غادي نخلي لك في الوصف، سميتها ماي فيتنس بول. كتكتبي فيها اي حاجه كتعطيك شحال فيها ديال البروتين، ومن بعد كديري هادي زائد هادي كيعطيك التوتال اللي كاين تما. كاينه في ديك الوجبه كامله شويه، ولكن غير ركزي مع هاد الشيء، وخصوصا فاش غادي نخلي لك لابليكاسيون في الوصف تيليشارجيها غتفهمي كلشي غير بشويه بشويه. وما تحمقيش راسك بالحساب ديال البروتين وداكشي. بداي عادي، ها العار حيدي غير الممنوعات وبداي عادي، وخليني انا نحسب بلاصتك وانا نقول لك صافي. شفتي معايا داك البيض وديك الخبيزه اللي درنا، دهنيها باي حاجه بغيتي. اي حاجه عندك، مثلا داك الشكلاط راه هو تكون فيه واحد النسبه ديال البروتين، فهمتي؟ هادشي اللي قلت لكم ما تنساوش هاد القضيه هادي، راه اي حاجه بداك الطبيصيره كيكون فيها نسبه ديال البروتين. من موراها كتحركي. هنا غادي نجيو للبرنامج الرياضي. الناس اللي غادي تلقى السبه انها ما داخلاش لاصال، ماشي ضروري تريني في الدار. الرياضه علاش ولات مهمه في هذا الوقت؟ ولات مهمه حيت الانجازات ديالنا ولاو قلال، ولينا كنمشيو في الطوموبيل، ولينا اي حاجه بغينا غير نتسخروا الحانوت كنمشيو في الطوموبيل، بغينا غير نمشيو نشوفوا الناس كنمشيو في الطوموبيل، بغينا غير حاجه من هنا اللي هي كنمشيو في الطوموبيل. يعني الدروج بقيناش كنستعملوهم، ولينا كنطلعوا في لاسانسور، يعني بقيناش كنتحركوا بزاف. فالصحه ديالنا كتبقى غادي وكتدهور. العظام، المفاصل، العضلات، هادشي كامل تيبقى غادي وكيتلاشى، وخصوصا مع تقدم العمر العضلات طبعا تيقلوا. فشنو كديري هنايا؟ انت ما كتحبسيش الرياضه، بالعكس كل ما تقدمتي في العمر كل ما خصك تطلعي الرياضه، حيت تولي عرضه لهشاشه العظام وبزاف ديال الامراض، وحنا ما بغيناش هادشي. فاول حاجه قبل ما تفكري ان ديك الرياضه واش غتضعفني ولا لا، غادي تفكري باللي انت اصلا في هذا الوقت ديالنا مابقيناش كنتحركوا بزاف، فخصنا نتحركوا. ديري اي قناه عندك وتتخدمي كارديو، من موراها كتخدمي الحركات، السكوات، الظهر، الكتاف، الفخاد من الداخل، الجلوتس، كتخدمي الفخاد من الفوق. اي حركات بالوزن ديال الجسم ديالك. ملي كتطوري صافي كتولي الجسم ديالك ما بقاش نافعك. صافي نتيا زدتي القدام، انت خاصك تزيدي واحد خطوه اخرى، كتولي كتاخدي مثلا البوديزات القراعي كتخدمي بهم، فهمتيني؟ الصيام المتقطع كتبداي الماكله ديالك حتى ل 12 اولا الوحده، اكثريه ماشي كلشي، اكثريه. يعني هاد السلمون اللي قدامكم راه خديتو في الوجبه الاولى، اللي ممكن حتى نتيا تاخديه في الوجبه الاولى. ما كاينش تما كاين الكارب، تبقاي غاده بحال هكا، مره كديري الكارب مره ما كديريش. وملي تكوني كتدخلي في الوجبه الاولى كيف قلت لك تكوني كتريني مزيان، تكوني كتحرقي اكثر من داكشي اللي كتدخلي. داك البروتين وي ما تسوقوش ليه، انا غير بغيت نوريكم الفكره وصافي. اللي عجبتكم ديروها واللي عجبتكم خذوه. اللي مهم هو ديك الشيا اللي فيها الاوميغا 3، فيها الكالسيوم، فيها البروتين، زوينه. كتزيدي عليها الحليب اللوز اولا دانون، وكديري الفاكهه اللي عندك، ومن الاحسن البلوبيري اللي كينظم لك مستوى السكر ما كيرفعوش، وكترافقيه مع داك السلمون شويه ديال المطيشه. هذا مثال وجبه اولى، تذكري معايا اولى. الا تشهيتي الحوت كليه في الوجبه الاولى، ما كاينش المشكل، ماشي ضروري البيض البيض البيض. من موراها كتمشي كتريني. ما صورت لكم هنا والو، هاد الحصه كنت مركزه ديال بصح. شفتوني كي غادا محزمه ياك؟ ما تشوفوني غادا محزمه عرفوني غادي ناكل لك الحديد. كنرجع من الدار كندير ليا هاد الشلاضه اللي بغيتك حتى نتيا ديريها. الاوزان الثقيله ركزوا ليا على هاد الشلايض، ركزوا على هاد الشلايض، راه تينفعوا بزاف، كيشبعوك. تقدري تحقريها تقولي فيها غير الخس والمطيشه والبصله صافي غتشبعني ناريا، ما يمكنش. غتشبعك حيت فيها البروتين، ماشي الخضره اللي كتشبعنا، انما البروتين اللي كيقهمك وتيشبعك. كتاخدي خس، مطيشه، البصله، كتديري. بالنسبه للبروتين غادي ندير الطون والبيض، ولكن نهضروا على هاد لاصوص اللي يا سلام ما كاينش احسن من هاد لاصوص. بغيتي تزيدي حتى شويه ديال الثومه زيديه، ولكن بالنسبه لهاد الشلاضه ما كاينلاش. كتاخدي غريك يوغورت اولا بيرلي، كتزيدي شويه ديال زيت العود معلقه صغيره، حيت اصلا هذا فيه دهون صحيه والبيض فيه دهون صحيه. حتى داك الزيت العود الا بغيتي ما ديريش، المهم دهون صحيه تكون من اي مصدر بغيتي. صفيت هذا الزيت ضروري، واخا هكا بقى فيه واحد شويه. كنت في لاصوص ياك نكمل لكم على لاصوص. صافي كتزيدي شويه ديال الموطارد، شويه ديال الملحه، البزار، عصره ديال الحامض، كتخلطي هذا الشيء كامل، كتعطيك واحد لاصوص امبوسي واعره، كترافقيها مع اي حاجه كتعجبك. ودرت ليها هنا شويه ديال قلتها لكم يا الموطارد، هذاك الموطارد اللي كتكون نوعيه زوينه تعطي واحد البنه يا سلام. وغادي تستمتعي ليا بآلة شليضه من مور التمرين. عرفتي كتمشي لاصال، كترجعي، كتدوشي، كتاخدي هاد الغوبه هذه اللي كتكون طالعه في البروتين وبنينه، يعني كتشبعك.
وغادي تزيد تبني لك وتشافي لك دوك العضلات اللي نتيا دمرتي في لاصال وغتنعسي. يا سلام، ما كاينش بحال هذا الاحساس. بداو غير بداو وغادي تشكروني من بعد. كاين اللي غادي تسولني وغتقول لي واش هذا البروغرام هذا عادي نبقى ما ندير لا رياضه لا في الدار لا والو، نبقى غير نتمشى؟ غادي تبقاي تمشاي كي قلت لك الهروله اللي كتكون دقات القلب ديالك فيها كتكون طالعه بزاف، مثلا جري 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 مزيان وكتحبسي بهذه الطريقه هذيك، وكتحبسي وكتبقاي غادا كتمشاي بهذه الطريقه هذه، كتستهلكي اكسجين كثر، كتجري وكتحبسي كتجري وكتحبسي، كتستهلكي اكسجين كثر، يعني حرق سعرات اكثر، يعني حرق دهون، فهمتيني؟ ولكن ما تبقيش غادا غير على المشي ديما انت كتطوري من راسك. بحال دابا مثلا فاش كتدخلي لاصال، باي ذا هذا النهار الثاني ولا الثالث، المهم هذا الوجبه الاولى في واحد النهار اللي هو مثال ليك نتيا. واش السابع الثامن ما كيهمناش هادشي، انا كنعطيك هنا وجبات، مثال الوجبات اللي تبدايهم في هذا البرنامج هذا. كنت كنقول لك مثلا دخلتي لاصال وبديتي كتهزي الاوزان، كتبداي مثلا ب2 كيلو في يديك، كتضربي واحد 3 ايام كتبداي عاوتاني ب3 كيلو، شويه كتكملي 15 يوم كتولي هزيتي 5 كيلو. فهمتي؟ الاوزان تدريجيه تتهيئ الجسم ديالك باللي هاد السيده هادي كانت ديما مكسله في السداري، ما كانت كدير حتى شي مجهود حتى شي حركه، ودابا ولات تدير واحد المجهود رياضي وبدني عالي طالع. فشنو كيدير هنايا؟ الجسم تيرسل دوك الاشارات ديال هاد السيده خويا راه كان فيها واحد الخمول رهيب ودابا راها توقدات وناضت كتريني، خاصني نبني ليها عضله اقوى. كيشوفك انكي هزيتي 1 2 3 4 5 كيلو اللي جديده على الجسم ديالك، جديده على العقل، كيصيفط الاشارات ديال هاد السيده كتهز الاوزان جديده عليا. شنو خاصني ندير؟ انا خاصني نبني ليها عضله قويه على اللي كانت عندها. فهمتيني؟ يعني كتبقاي غادا تدريجي. هو المشي زوين ولكن ضروري خاصك تزيدي شي تطور اخر، شي انجاز اخر، شي هدف اخر، ما تبقايش حاصله في بلاصتك. المشي خليوه الناس اللي عندهم، ماشي خليوه صراحه ما خصنيش نستعمل هذا المصطلح، ولكن كيفاش غادي نقول لك، خليه في البروغرام ديالك، ولكن خل الناس اللي خاصها تركز عليه هما الناس اللي عندهم 80 90 عام 70 عام. هذوك من الناس اللي خاصهم يركزوا على المشي صافي، وهما مابقاوش قادرين يديروا واحد الرياضه قويه، واحد الجهد كبير. انت باقا صغيره، علاش تبقاي لاصقه غير في المشي؟ تحركي سيري لاصال، هزي الاوزان كي قلت لك، بداي بالوزن ديال الجسم ديالك وعاد من بعد كتزيدي الاوزان اللي زوينه بحال هكا. شوفوا غير المنظر كيوت. انا دائما فاش كنوصل الكارديو كنحط لي واحد الفيلم متبعاه ديال السلطان عبد الحميد وكنتفرج على من مور الحصه، من مور ما كنسالي كنخسر كاع الجلايكوجين ديالي، عاد تندوز للكارديو باش هنا كندخل المرحله ديال حرق الدهون. نرجع معكم لديك الوجبه. شنو كان فيها غير البيض، الخيار، مطيشه، وواحد النص ديال الخبيزه ديال اللوز اللي دهنتها بزبده اللوز كذلك. ومن موراها كتمشي كتريني. قبل ما مشيت نتريني خديت ليا قهوه وصورتها لكم باش نوريك الحليب اللوز اللي خاصك تستعملي في القهوه اللي كتشهي، خصوصا قهوه بارده. طبعا بلا سكر، كديري محلى ستيفيا وبلا ما تسناي ديك ستيفيا راه كتطلع بزاف. الا كانت القهوه كانت عندك هذيك لاباراي اللي كتطلع لك القهوه زوينه، راه غتطلعها بلا سكر بلا حتى شي حاجه. من بعد كتمشي كتريني كيف قلت لك، وهانتي كملتي نص ديال النهار. غتشوفيني كنزرف في الهضره والفيديو مشى حيت الفيديوهات قصيره وانا خصني نهضر، وفي نفس الوقت ما خصنيش نطول لك الفيديو ما تجيش فيه ساعه ولا شحال حيت عارفك ما غاديش تفرجي فيه. هادشي علاش ديما كنخلي غير 10 ولا 20 دقيقه. ما علينا. شفتوا واحد الوجبه اللي باينه خديتها في مطعم، كنت خارجه خديتها على برا. شنو بغيت نوصل لك هنايا؟ ملي تكوني خارجه ما كيعنيش انك ناري انا خرجت صافي غنخسر ريجيم صافي حيدي، لا غادي ناكل صحي حتى برا. ما غاديش يطيبوا لي بالزيوت اللي انا كنطيب بها في الدار، ولكن كوميم خديت صدر ديال الدجاج مشوي، خديت معاه الخضره، واحد البوري بطاطا، يعني التبصيل او بلا زوين غادي يخليني في الريجيم. يوم اخر اللي فيه مثال الوجبات خديت فيه البيض، غريك يوغورت، دانون يوناني، وكيري اللي هي غريك فيها البروتين طالع، واحد توست واحد ديال الخبز فيه زبده الفول السوداني اولا زبده اللوز، ما عقلتش بالضبط شنو درت تما حيت عندي بجوج بهم. ومباشره عاوتاني بساعتين ديال المكانه، ديما تذكروا ساعتين ديال المكانه عاد سيروا لاصال. مشيت لاصال ترينيت
كل شيء هو هذاك. وجيت للدار، كنوجد هاد الاكله الجميله فهية اللحم. صايبيها بنفس الطريقه اللي صايبتها انا. الا بغيتي تشوفيها خفن سربا دخلي عندي الانستغرام ولا تيك توك غتلقايها تما كاينه. المهم شنو فيها اللحم كتقطعيه طويل، كديريه مع شويه ديال الزيت، كتخليه يتشحر مزيان حتى كيطيب. عاد من بعد كتزيدي العطريه اللي فيها فقط البزار، الملح، صويا صوص، وكتزيدي الخضره، الفلفله الوان، المشروم والبصله. صافي هادشي اللي كاين. كتخلطي هادشي كامل كتعطيك واحد الفاهيتا بحال ديال المطاعم. طبعا زدت هنا شويه ديال البطاطا حلوه، كورجيت، و50 غرام ديال الرز. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. هادشي اللي بغيتك تعلمي اليوم، تاكلي صحي وتريني، ماشي غير الماكله بوحدها. زيدي الرياضه، حافظي على الصحه ديالك. كنتمنى الفيديو يعجبك. طبعا الا عجبك خلي لي لايك وخلي لي تعليق. نشوفك فيديو اخر ان شاء الله. بسلامه.